حملة شرسة على الدكتور ضياء العوضي تفوق كل الحدود. عمالين يحاولوا عايزين يطلعوه اللي هو شيطان، وهو احنا عارفين اللي هو ملاك. في واحدة مدربة يوجا اسمها ندى عادل. الندى عادل طالعه بفيديو وتصريح اللي هي جربت نظام الطيبات ومشيت عليه والكلام ده كله. انا هعرض لكم الفيديو وبعدين نتكلم، والمره دي من غير صوت، وبعتذر من الفيديو التاني. اتفرجوا. لا خالص، بس تجربتي مع نظام الطيبات لمده 8 شهور او 9 شهور من عمري احب اتكلم عنها باختصار. انا اعرف دكتور ضياء من حوالي 3 سنين، وابتديت النظام بتاعه. في بداية النظام كنت مبسوطة جدا والدنيا كانت تمام. خسيت حوالي 5 أو 6 كيلو. وانا اصلا ما كنتش داخله النظام عشان خاطر اخس، انا كنت داخله علشان ابطل ادويه. تمام، كنت تمام لحد ما رحت له، حجزت عنده وعمل لي خطه ان احنا نوقف بيها الدواء. وكانت بقى الكارثه بعد ما وقفت الدواء كمان. بعد ما وقفت الدواء وانا مكمله على النظام. طبعا ما وقفناش الدواء مره واحده، قلبناه تدريجيا. بس بعد بقى ما بطلت الادويه ابتدى بقى يحصل في جسمي تخلف. بتعب بسهوله جدا، عضلاتي ضعفت قوي. كنت وانا بمرن الناس انا مش قادره اعمل بلان ولا قادره، جسمي بقى هزيل لدرجه مش طبيعيه. كنت ويكلي يعني it became a pattern ان انا كل اسبوع. وبعد ما سمعنا الفيديو بتاع ندى عادل مدربة اليوجا اللي هي اتعرفت على الدكتور بقالها 3 سنين، واللي هي تابعت معاه من 9 شهور، ونظامها الصحي تدهور، ولازم كانت تاخد ادويه، ولازم ما تاكلش، مع اني مش عارفها والله. يعني المفروض الاكل بيبقى صحي، يعني نبدل الاكل بتاعنا بادويه وانتي فرحانه ومبسوطه وطالعه ابتسامتك. انتوا طالعين تشماتوا في الراجل بعد ما مات، انتوا ما قدرتوش عليه وانتوا عايشين وهو عايش، طالعين دلوقتي تنموا وتعملوا وهو ميت. ما طلعتوش هاجمتوه ليه وهو عايش عشان كان يعرف يرد على واحد. لا، كله بعد ما توفى لازم نشمت فيه ولازم نقول قصص عشان نعمل ترندات والكلام ده كله. وهو دي المشكلة يا جماعة. بس الناس دي ما تذكرش معانا، احنا عارفين الحقيقة، واحنا عارفين اللي احنا مكملين عشان نفهم. بجد شكرا لأي حد تابعني الفترة اللي فاتت ديت، وشكرا لكل واحد عمل لي لايك واعجاب، لايك وشيرينج وكومنت.